بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتكم هتقولوا يعني انا مربي دقني، كل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه رمضان. مربي دقني ليه؟ فانا بقول يمكن يشوفوا كده ان انا راجل ملتحي فياخدوني في الوزاره الجديده بتاعتهم اللي هم بيشكلوها. يعني انا شايف ان هي وزاره يعني ماشيه بالمنظر ده. مش المفترض ان لما بيجي تعمل وزاره بنبص ونشوف صاحب الكفاءه اللي انا باخده ده باخده على اي كفاءه. انا باخد وزير بتاع الري وخليته رئيس وزراء عظيم. ايه المقومات وايه الكرايتيريا اللي انا على اساسها اخترته ان هو يكون رئيس وزراء؟ اكيد هو طبعا راجل واخد دكتوراه، ماشي، ما الناس كلهم واخدين دكتوراه اللي في الجامعه. خدها من امريكا، يعني صوت يعني في ناس كتير خدوها من امريكا. ما اعتقدش ان هي دي طبعا مؤهلات. اخد اوسمه في مجال النيل وفي مجال اللي هو القرن الافريقي وكل ده على عيننا وعلى راسنا، لكن هل ده يؤهله ان هو يمسك وزاره هتاخد سياسه بلد خارجيا عشان تتبوأ مقعدها تاني من الامه العربيه انها تكون رياديه؟ هل هتبقى تاخد في الداخليه هيبقى هو متابع قوي عشان يرجع الامن والامان للمواطن المصري؟ هل اقتصاديا هيبتدي يعدي عنق الزجاجه ويبتدي يشكل تاني؟ هل هيشكل الوزاره دي وهيبتدي له كلمه في ان هو يشوف مين اللي هيبقى ماسك الجيش والتسليح وقرارات اذا كان في حرب ولا ما كانش فيه؟ الخارجيه اللي احنا بنتكلم عنها مش مساله الكلام ده، لا، ده في مصايب سوداء مستنيه مصر والحدود بتاعتها كلها مفتحه دلوقتي، وانا مش عارف يعني هو المقومات بتاعته. هل هو لانه ملتحي يعني؟ طب ايه المشكله؟ مش عارف يعني. هي من السنه وده المنظر ديني كويس، ولكن هل هذا يعطيه كفاءه؟ هل هذا يعطيه خبره بشرط ان هو يكون وزاره؟ وبعدين نيجي نبص بقى الاختيارات الداخليه. ناس قال لك انا مش عايز الاوقاف يمسكها اخوان. ليه؟ عشان ما يبقاش للسيطره على المساجد للاخوان، يبقى احنا خلاص بقى الدعوه انتهت الا من خلال الاخوان المسلمين، ودي يحسها قوي اللي هم بتوع التيارات الثانيه اللي هم يعني متدينين شويه، او يعني اسف في اللفظ يعني ملتزمين شويه وبيمارسوا الشعائر والخطب وكده، يحسوا بيها. لو مسكها الاخوان كوزير اوقاف يبقى المساجد اتقفلت للاخوان، وطبعا دي لها مشاكلها يعرفها اللي انا عايز اخاطبهم واقول لهم بالكلام ده. مش عارف يعني، انا مش مرتاح طبعا اللي بيحصل، وانا بقول مستني مصر مصايب كتير، لان اذا كان هو قال انا هبقى زي ابو بكر الصديق اعينوني ما اطاع الله فيكم، طب عظيم. دلوقتي المسلمين بتوع بورما دول اللي عاملين يتذبحوا ويتقتلوا ويتاخد لحمهم والكلام ده احنا شفناه على الفيسبوك، هو فين الراجل اللي اتعين رئيس وزراء واللي عينه رئيس وزراء واللي جاب الوزير اللي جاب الرئيس نفسه اللي هو المرشد؟ كل دول فين؟ يعني دول كلهم فين من أزمة بورما؟ دي عايزة لها كلام خاص لوحده، ولكن أنا شايف التشكيل الوزاري بالمنظر ده غير مريح، وأنا مش حاسس إن دي وزارة تنجز رغم إن أنا أتمنى أن ربنا يخلف ظني وإنها تؤدي ما عليها، لكن الأيام هتبين. شكرا جزيلا.